يا مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شم النسيم. النهاردة هنعمل البريوش. يا ريت لو بتعجبكم الفيديوهات نشترك في القناة ونفعل الجرس. البريوش طريقته سهلة جدا، بس بيعوز نخدمه كويس بيطلع مفهوش أي غلطة. أنا محضرة نص كيلو دقيق، هحط له باكو خميرة، معلقتين كبار لبن بودرة، نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. دول أنا حطاهم على الدقيق. هنحط نص كوباية سكر عادي مش سكر بودرة، وهنحط على النص كيلو ده معلقتين كبار مليانين زبادي. وأنا محضرة بيضة ما تكونش في التلاجة، طبعا عشان حاطين بيضة في العجيق في الدقيق. هنحط رشة فانيليا كده صغيرة، مش لازم باكو فانيليا، ان دي بيضة واحدة يعني. حط رشة صغيرة. وأنا محضرة النص كيلو الدقيق نص كوباية مية دافية. هنقلب بس الدقيق بالبيض والزبادي، المكونات اللي احنا حاطينها. ما ننساش اللبن البودرة بيبقى حلو قوي في المخبوزات، اي مخبوزات. هنا حطينا نص كوباية المية الدافية. هنبتدي نعجن. هي مش هتحتاج مية تاني، يعني هي مش هتحتاج. هنفضل نعجن، هنلاقي العجينة طرية. نص كيلو الدقيق عليه نص كوباية مية دافية. وما ننساش اللبن البودرة. هنعجن، لما نعجن شوية هنبتدي نكون محضرين تلت كوباية زبدة، برضو ما تكونش في التلاجة، تكون طرية عشان نقدر هناخد منها حبة حبة. الزبدة ما يتحطش مرة واحدة، نفضل نقلبها في العجينة كويس لحد ما تتشرب العجينة بيها كويس قوي بالزبدة. دي تلت كوباية زبدة، مش لازم تكون سايحة قوي، بس تكون بره التلاجة عشان نعرف نعملها. هنعجنها وبنسيبها تقريبا ساعة في مكان دافي، نكون مولعين الفرن وهي بنحطها فوق كده على البوتاجاز عشان المكان يبقى دافي. هنقطع العجينة، هي تقريبا هي طرية شوية، وده احنا مطلوب يعني للبريوش. هنعملها كور صغيرة. دي ألوان الجل، الألوان الطعام ده يعني صحي عادي، بيتحط في الأكل مفيهوش مشكلة. هنعمل كام واحدة منه. أنا جايبة 3 ألوان. نحط نقطة صغيرة جدا جدا على الكورة. بعد كده عملنا كور وسبناها برضو تخمر تقريبا نص ساعة. هنبتدي نعمل واحدة واحدة. أنا دلوقتي هعمل اللي أنا لسه مش ملوناه. بنلف حرفها كده، نعمل دايرة صغيرة ونبتدي ناخد بقية الحرف نلفه عليها كلها. دي الطريقة بتاعتها. وبنكون دهنين الصينية أي مادة دهنية، زيت أو سمنة. بس كده هنسيبها في الصينية برضو شوية. بس هي كده خلصتها. الالوان دي انا عامله 3 شرايط كل واحده لون، وعملتهم زي الضفيره. دخلتها الفرن، قعدت تقريبا تلت ساعه. ميرسي جدا جدا على المتابعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم.